سورة النصر مدنية ثلاث آيات آية فتت بسم الله كو إن الله الرحمن كو إن الله الرحيم كو إن الله بيدو سيمور جيبي كو مدينة وتسمى سورة التوجيه إن سمور توجيه بينه لما فيها من الدلالة سبقوني هن تبنجت ديناجي على توجيه الدنيا بين قلنا الله أدنى واتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة بفوء إن كور لأنه سمور إلى تنين قلنا الله وذلك لوجوه منها أنهم عرفوا ذلك حين خطب ينغندري de o dari o mo khubbina kanko nelaad Allah ko wi inna abdan khayyarahu Allah ta'ala bayna dunya wa bayna liqa'i Allah de won maccudo makko mo summi gede didi wuti dum aduna ha yidi fo yaha e o maydi dum joni ko subi he faktara lida Allah kanko non maccudo o subi ko hawrode Allah subaki wuti yo fa qala de o haaligol kongol سيدنا أبو بكر فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا من شوتر ما كوي أمن من ما يكدنا جودة أمن جه كدنا بابلا من جه كدنا دا من جه كدنا ومنها إن مال وند سموال يعرف ولاد حصول النصر أيوة غزت مثلا كويت بالله ودخول الناس في الدين يمبي فوف ناتا الدين افواجا دنت تشغال ولي غوتل نغارتا باتي ارتي ara joni jabal jodo fodde lebbi wala duubi goddo kadi jabal caggal dum watta wadde dente batta arti sa yi dum tan ando kadi alhaali o ko wodde caggal odo ay dedo simore jipade أنكون لا دويا كونغول جوجيتي ميتا وعلم بها أنه تربى أجله وأنجرها وند لجمع قليما وأنجرها كانت لجمع قليما ولما نزل قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ده سيمون ده جيبي وجنgi كانكون لا على سيمون ده على أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص والعباس بيدو إن غند مكو وفرحوا بمبلتي واستبشروا بمبلتي ديري وفرحوا بمبلتي وبكى العباس عباس نووي نلا صلى الله عليه وسلم عباس ما يبكيك يا عم بابا قال نعيت إليك نفسك أنا وين أقول لا ما في تانما كافيا تانما قال إنه كما قلت ويكون بيداني دي ونوكا ونقول لا ونفعاس بعدها 60 يوما ينبي أموري تشغل آي أو جفار بل إتفان إجيرو ونقول وي آي أو جفي كمينا تشغل نيلاو ماجي ين أنبي هدين بجولد حجة الوداع سيدنا عمر وي عباس وي فقيل لهما وودي صحابة ويدبه هذا يوم فرح ونلما كنلما ولتار كن حرنا بأرترو إن دريها إن كجريمي نلما ولتار فقال بمي بل فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم ونلما ولتار كنقول لكم الله صلى الله عليه وسلم وقول لك خامد عنده